قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتناجى اثنان دون الآخر فإن ذلك يحزنه. وربنا قال: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى نهاية الآيات. ثم قال: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه. فالنجوى وهي الحديث الجانبي بخلاف شخص آخر، بالذات لما يبقوا ثلاثة واثنين بيتكلموا مع بعض كده على جنب وتركين الآخر فإن ذلك يحزنه، يثير الشك والقلق والغضب لأنه يظن أنهم يتحدثون عنه. فالأحاديث الجانبية في المجالس منهي عنها، وخاصة كلما قل العدد، وخصوصا إذا كان في شخص أنت عارف أنه يسيء الظن، فأنت ممكن وأنت بتتكلم تقوم مبتسم كده وتبص له، أو شفته وابتسمت فهو يفتكر أن أنت مثلا بتسخر منه.